تعرف ان الجو اللي قلب جامد الفجر امبارح في اسكندريه ده كان سببه الرئيسي اسلام كابونجا. ايوه ابو الاصدقاء اللي هو بتاع افرد ظهرك وارتاح. مش هنقعد نغني بقى على العموم. هو الراجل ده واحد هيجي يقول لي يا شهاب انت عبيط ولا ايه؟ مال اسلام كابونجا بتاع المهرجانات بالامطار والتلج اللي كان بينزل في اسكندريه امبارح ده؟ عشان تفهم ايه اللي حصل في اسكندريه امبارح بالظبط فانا عاوزك تتخيل معايا الموقف التالي. خلينا نتخيل ان كان في واحد اسكندراني ساكن في العجمي على البحر وكان بينشر غسيل الساعه 3 الفجر. المهم خلال ما هو بينشر ومبسوط عشان اخيرا الصيف جه والغسيل مش هيتبل من المطر، بدأ يحصل نوش بين اتنين في البحر. الاولاني هو شخص مجرم غريب عن اسكندريه حاطط السماعات في ودنه وبيسمع اسلام كابونجا وماشي وكده كده عارف ان 1+1 بيساوي عرض، فالاغنيه معليه الادرينالين في جسمه. خلينا نفترض ان الشخص ده اسمه الهواء البارد. المهم وهو ماشي قابل شاب محترم كده طالع من تحت الميه، شاب كده شكله مهذب ملوش دعوه بحد واقف في مكانه. وخلينا نفترض ان الشخص المهذب ده اسمه الهواء الساخن او بخار الماء اللي طالع من البحر. المهم ان لما يشوفوا الهواء البارد اللي هو الواد المجرم اللي بيسمع اسلام كابونجا يروح مبلطج عليه ويقول ان هو عاوز يضربه، فالهواء الساخن اللي هو الواد المحترم يقول له يا ابني انا ما كلمتكش، انا واقف هنا وانت اللي جاي على سكتي. المهم ان كلمه من هنا على كلمه من هنا الهواء الساخن والهواء البارد يمسكوا ببعض ويحصل ما بينهم خناقه، والخناقه دي احنا هنسميها المنخفض الجوي. بما ان الخناقه دي قامت في مصر فبديهي جدا تلاقي ناس من بعيد واقفه بتتفرج، وفي الحاله دي في ناس فعلا جت اتفرجت بس كانت على هيئه سحابه سوداء واقفه في السماء. بس بما ان يعني السحابه واقفه بتتفرج هتحاول تقول يعني اي كلمه تهدي الموضوع، فانت هتيجي تقول لي طب يا شاب السحابه هتقول ايه يعني؟ هو في سحابه اصلا بتتكلم بالاصدقاء؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ انت شكلك هيسط خالص. السحابه عاوزه تنزل تحوش وتقول يا جماعه استهدوا بالله بس بطريقتها، فتعمل ايه؟ تروح منزله مطره، ومش بس المطره ده كمان تنزل معاهم حاجه تعرف باسم البرد او الهيل اللي هو اللي احنا بنقول عليه التلج، بس هو في الحقيقه مش تلج ولا حاجه، اسمه هيل، حاجه شبه التلج كده. المهم ان مهما السحاب يعمل برضه الهواء الساخن والهواء البارد ماسكين في بعض، وماسكين بعض ايه بقى؟ زعيق، بس هم برضه هوا مش هيزعقوا كده زينا. فالزعيق ده بيطلع على هيئه برق ورعد. مين بقى قاعد قاطع على كل ده؟ الراجل الاسكندراني اللي بينشر اللي ساكن في العجمي، انت نسيته ولا ايه؟ فالراجل يقول لهم يا زعيم انت وهو استهدوا بالله باللي انتوا بتعملوه ده، الغسيل مش هينشف كده. بس الراجل الغلبان اللي ساكن في العجمي ده ما كانش يعرف ان الموضوع هيسوء والغسيل هيطير. هتقول لي يا شاب ما الخناقه بتحصل بعيد عنه، ايه اللي هيطير الغسيل؟ لان في الحاله دي دخل بطل القصه الثالث الغشيم اللي ما بيعتمدش حد، وهو ابو الاصدقاء الرياح. الرياح كانت كافيه خيرها شرها وكانت بتتمشى في شارع خالد بن الوليد عادي، بس المعروف عن الرياح ان هي لو شافت خناقه بين الهواء الساخن والهواء البارد لازم تتدخل، وكل ما كانت الخناقه دي كبيره الرياح بتتجنن وبتاخدها اسرع، وسرعتها وصلت ل 50 كيلومتر في الساعه. وكل ده ليه؟ بسبب ان الهواء البارد اللي هي الموجه اللي جايه من اوروبا اصطدمت بالهواء الساخن اللي هو موجود على سطح البحر المتوسط، فجت السحابه السوداء تحوش ونزلت مطره وتقول لهم يا جماعه استهدوا بالله، والهواء البارد عور الهواء الساخن والبرد نزل اللي هو شبه التلج، والدنيا كانت خربانه. وكل ده ليه؟ بسبب ان الهواء البارد كان مقطع بطاطه وعامل فيها شوح وبيسمع اسلام كابونجا. الله يخرب بيتكم، الله يخرب بيتك يا